يا ترى ايه المنطقة العبقرية دي اللي جامعة ما بين كل عناصر الجمال في اسكندرية؟ الترام والبحر والمعالم الأثرية اللي مش موجودة في حتة تانية. السلام عليكم، ونتقابل في جولة جديدة من جولاتنا في اسكندرية من قناة دانتيلا، قناة سكندرية مهتمة بكل شيء في اسكندرية. وقبل ما نبدأ الجولة النهاردة وأقول لكم احنا بنصور منين في اسكندرية، حابة أقول لكم كل سنة وانتم طيبين جميعا بمناسبة عيد الفطر المبارك وانتهاء الشهر الكريم. ربنا يعود علينا جميعا أعوام عديدة وما يحرمناش من فضله أبدا يا رب. بنصور النهاردة من آخر نقطة على كورنيش اسكندرية، وآخر مكان ممكن تشوف منه بحر اسكندرية وهو منطقة بحري، وتحديدا منطقة راس التين، المنطقة اللي بيتقابل فيها كل عناصر الجمال في اسكندرية، واللي من رأيي إنها مظلومة جدا جدا سياحيا. في منطقة راس التين هنا هتلاقي الترام بقى اللي على قديمه بتاع زمان، اللي كان بيعدي ما بين العربيات وبيعدي ما بين البيوت، مفيش بقى أسوار بتفصل الترام عن الشارع أو عن مسار السيارات. والمنطقة اللي انتوا شايفينها دي المنطقة اللي كان بيلف منها الترام علشان بقى ياخد الخط من أول وجديد، لأن احنا حاليا يعتبر في محطة راس التين اللي هي آخر محطات ترام راس التين. وهنا بما اننا في منطقة راس التين ومن اهم معالم راس التين نادي القوات البحرية او نادي الاسطول البحري، فحبيت اصوره لكم كده على استحياء يعني، بس علشان طبعا التصوير هنا ممنوع، بس عايزة اوريكم جمال النادي من جوه وجمال الشوارع النادي من جوه. على فكرة من جوه النادي تقدر كمان تشوف قصر راس التين، وهو قصر رئاسي طبعا برضو ممنوع فيه التصوير وملهوش زيارات. يعني قصر راس التين هو قصر رئاسي للمناسبات الرئاسية وللزيارات الرئاسية وكده، لكن شوفوا الجمال جوه. وفي قعدات منه للبحر على طول، وفي شوية كافيهات برضو جوه النادي جوه، بس طبعا للأعضاء بس. بصوا لو ملاحظين القبة اهي بتاعت قصر راس التين ظهرت معانا، بس طبعا مش بوضوح، لكن بيبقى في مكان من جوه النادي بيظهر فيه القصر بالكامل بوضوح بالجناين بتاعته وكده. بس اوعدكم ان احنا لينا فيديو على القناة هنا بإذن الله اصور لكم فيه يعني مكان هيظهر منه قصر راس التين بالكامل، بس بعد ما ناخد اذن طبعا لان التصوير هنا ممنوع. ونطلع من نادي القوات البحرية ونكمل جولتنا في بحري وفي الأنفوشي، لان احنا كده يعتبر خلاص بقى ورانا منطقة راس التين. كده بقى احنا بندخل بقى منطقة الأنفوشي وشواطئ الأنفوشي بقى وكورنيش اسكندرية الممتد هنا لحد الأنفوشي، واللي الحقيقة ناس كتير ما تعرفش ان كورنيش اسكندرية واصل لحد منطقة بحري هنا. يعني زوار اسكندرية كتير يفتكروا ان اخر الكورنيش هو عند قلعة قايتباي، لا الكورنيش واصل معانا لحد الأنفوشي. بصوا هنا قصادنا الشيخ وفيق بتاع الرز بلبن والايس كريم، طبعا ده مشهور شهرة غير عادية، اي حد بيجي اسكندرية بيجي هنا مخصوص للشيخ وفيق. وهنا شواطئ الأنفوشي هي على ايدنا الشمال. الشارع اللي احنا بنصوره ده اسمه شارع راس التين، ممتد لحد محطة راس التين بتاعة الترام. بصوا بقى ادي طريق الترام اهو معدي عادي مع العربيات العادية والطريق العادي. وللعلم هو لحد النهاردة الترام ده ما اتشالش، ويعني لحد معلوماتي ان هو مش هيتشال يعني زي الترام الازرق، لان هو بعيد عن الخط بتاع الترام الازرق يعني. وده الترام الاصفر اللي بيعدي من هنا اللي هو بيبدأ من محطة الرمل لحد راس التين. والحقيقة مش عارفة ايه مصيره، يا ترى هيتشال برضو ولا هيكمل ولا ايه. اكيد ما اتمناش ان هو يتشال، يعني هو من احلى معالم المنطقة يعني.
وهنا بنصور من أحد الشواطئ الموجودة في منطقة الأنفوشي. بصوا بقى، هو الشاطئ جميل جدا من جوه، وفي طول كبير ما بين مدخل الشاطئ وما بين يعني المية نفسها جوه البحر. وموجود فيه قعدات، يعني حتى في عز الشتاء هتلاقي فيه قعدات في الشواطئ هنا عادي جدا، وبيبقى الفيو بتاعها من أحلى فيوهات البحر. يعني أنا علشان كده قلت لكم إن المنطقة هنا مظلومة سياحيا، لأن دايما بنشوف إن زوار اسكندرية أكتر تمركزهم في منطقة ميامي وخالد بن الوليد سيدي بشر وكده، لكن قليل لما حد بيجي هنا ويشوف الجمال بتاع بحري والأنفوشي وراس التين والشواطئ اللي هنا. حقيقي جميلة وقعدتها جميلة جدا. ونكمل لقدام شارع راس التين ومنطقة بحري. ولو تلاحظوا ان المنطقة طول ما احنا ماشيين بنقابل فيها يعني اماكن حيوية كتير. قابلنا مقابر الأنفوشي الأثرية، وقابلنا نادي القوات البحرية، وقابلنا شواطئ في الأنفوشي، ولسه كمان طول ما احنا ماشيين هنقابل كمان نادي الكشافة البحرية، وهنقابل قصر ثقافة الأنفوشي، وكمان حلقة السمك، واللي بيجي لها تجار من محافظات كتير مش بس من اسكندرية. هي حلقة كبيرة جدا ومشهورة جدا في اسكندرية، وفيها بقى كل أنواع السمك. يعني أنا رأيي إن حلقة السمك دي هي عايزة فيديو لوحدها نصور فيه بقى أجواء اللي جوه الحلقة والصيادين والبياعين وأنواع السمك وأشكال العرض يعني هي عالم تاني جوه بصراحة. وهيقابلنا كمان نادي وفندق 6 أكتوبر أو نادي القوات المسلحة زي ما هو مشهور هنا في اسكندرية. وده حقيقي مصيف عائلي كده جميل يعني بأسعار يعني مناسبة نسبيا، بيبص على البحر على طول. هنعدي عليه وهوريه لكم. لكن في الأول شوفوا بقى المكان التحفة اللي قابلناه ده واحنا ماشيين، واللي فيه مشغولات يدوية أقل ما يقال عليها إنها روعة. هتلاقي بقى مشغولات صدفية ومراكب زي ما انتوا شايفين كده بالخشب، وبقى مكرميات بأحجام مختلفة، ورنانة للباب من الصدف. يعني حتى في أفكار جديدة وهدايا مختلفة. يعني لو انت جاي اسكندرية زيارة وحابب تاخد هدايا مميزة من اسكندرية، مش هتلاقي أحلى من المكان ده تاخد منه بقى هدايا بقى بحرية، مشغولات من الصدف، ومن زي المكرميات دي برضو بيبقى داخل فيها صدف وداخل فيها نجوم البحر. حقيقي يعني هم الناس هنا مبدعين جدا. ده غير انهم ذوق جدا، والترحاب اللي بيقابلوك بيه لما بتدخل عندهم كأنك صاحب المكان، مش جاي يعني تشتري منهم حاجة او ان انت زاير عندهم. وتعالوا نكمل لقدام ونشوف هيقابلنا ايه كمان في منطقة بحري هنا على كورنيش بحري وشواطئ بحري. والمفاجأة ان هنا هتلاقي ورش المراكب، والمكان اللي بتتصنع فيه اغلب المراكب اللي بتشوفوها في الميناء الشرقي او في بحر اسكندرية عموما. والحقيقة ان دي من احلى الحاجات اللي انا قابلتها وانا ماشية في منطقة بحري وفي الأنفوشي، لاني ان انت تشوف مركب جاهزة دي حاجة، وان انت بتشوفها وهي بتتبنى بيتدق فيها المسامير والناس شغالة عليها دي حاجة تانية خالص. والحقيقة كمان ان انا حقيقي والله العظيم مش ببالغ، ان الناس في بحري كل ما بقابل حد بلاقيه يعني مرحبين جدا وبيحبوا الناس جدا. قال اي حد مثلا عنده محل او عنده حاجة، لا تعالي وصوري، يعني اسلوبهم حقيقي جميل جدا جدا، بعكس اماكن كتير رحتها في اسكندرية لا بتلاقي الناس مقفولة متضايقة مش مرحبة.
لكن ناس بحري حقيقي صدق اللي قال عليهم أجدع ناس. واللي احنا شايفينه على يمين الشاشة ده هو قصر ثقافة الأنفوشي، وبنلاقي جنبه بقى على طول نادي 6 أكتوبر وفندق 6 أكتوبر اللي قلتلكم عليه، اللي هو يعتبر مصيف يعني. بصوا الترام كان معدي واحنا بنصور، والأسلاك بتاعته. بصوا بقى الترام ازاي معدي في وسط الشارع عادي، والحنطور اللي هو حاجة أساسية في شوارع بحري وعلى كورنيش بحري. بتيجي بحري هنا بتحس بأجواء اسكندرية الأصلية. وبنختم الفيديو بأهم معلم من معالم منطقة بحري والأنفوشي، وهي حلقة السمك الشهيرة في بحري. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا في منطقة بحري، واللي الحقيقة ان هو من احب الفيديوهات على قلبي، لاني بحب قوي الاماكن الاصيلة اللي زي منطقة بحري في اسكندرية، والناس الجدعة قوي اللي زي ناس بحري في اسكندرية. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد.